السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب العالمين. لو عايزة بقى تعملي كفتة في العيد وكمان هشة ومش مكتومة وطعمها مميز وكمان بمكون واحد هيضاعف لك الكمية بدون بقى بطاطس مسلوقة ولا مبشورة ولا كمان بقسماط، هتضاعفي فعلا الكمية وطعمها كمان هيبقى رائع ومتماسكة ومش كشة ولا شكلها غريب كده ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها. يبقى تكملي معايا الفيديو للآخر وتدوس اشتراك لو عجبك الفيديو ولايك وشير. وقبل ما نبدأ ده كله هنصلي على رسولنا الكريم، ويلا بقى بينا نبدأ ونشوف هنعمل الكفتة الجميلة دي ازاي. أول حاجة كده عندي بصلتين كبار وواحد فلفل أخضر وواحد فلفل أحمر، يعني حباية وحباية. بعد كده بقى هنزل بكل الخضار ده في الكبة وهضربهم كويس جدا، وهننزل بعد كده عليهم بمعلقة صغيرة من الملح عشان يصفوا السوائل أو المية بتاعتهم. بعد كده هجيب البصل مع الفلفل كده وافضل أضغط على المصفى بحيث ينزلوا المية بتاعتهم، لأني هحتاج بعد كده في تصبيع الكفتة. بعد كده عندي كوبايتين فول صويا فاتح منقوع لمدة ربع ساعة، يفضل يكون فول صويا فاتح مش الغامق. هنزل بعد كده بقى بنص البصل مع الخضار اللي انا عملته، وبعد كده بقى هنزل بنص كمية الفول الصويا، وكمان هنزل بخضرة كده اللي هي عبارة عن بقدونس وشبت. هافرمهم فرم ناعم. بعد ما اتفرموا كويس هنزل عليهم بعد كده بنص كمية اللحمة عندي هنا كيلو لحمة ومعاه كمان 20% دهون. هافرمهم فرم ناعم لحد ما الكفتة كده تبدأ تطلع الألياف بتاعتها اللي هي بتبقى عاملة شبه الشعيرات كده. طبعا أنا فرمت الكمية على مرتين، ودي بقى الكمية التانية هعمل فيها نفس النظام. وبعد كده بقى هنزل بآخر اللحمة وهافرمها برضو لحد ما تطلع كده الألياف بتاعتها. ودي كمية اللحمة كلها بتاعتنا. عندي ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، ورشة هيل، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، ورشة من جوز الطيب. دي التوابل بتاعتي. ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهبدأ بقى أعجن كده في التوابل مع اللحمة لحد ما اللحمة بتاعتي تتشرب التوابل. المفروض أسيبها في التلاجة لمدة حوالي ساعة، لكن أنا هصبعها وبعد كده هسيبها بقى في التلاجة. أنا عندي هنا المية اللي نزلت هحط عليها زيت وملح وفلفل أسود وبصل باودر وتوم باودر، نقلب بقى كل ده كده مع بعضه. وبعد كده بقى هنبدأ نصبع الكفتة. ممكن الكفتة في حالتها دي كده قبل ما تتصبع تحطيها في التلاجة لمدة حوالي ساعة، وممكن بعد ما تصبعيها برضو، بس لازم تتحط في التلاجة يا قبل أو بعد، يعني قبل ما تتصبع أو بعد ما تتصبع تتحط في التلاجة أقل حاجة ساعة. هنبدأ بقى نصبع الكفتة بتاعتنا. دي أسياخ أنا كنت شاريها حوالي 12 سيخ كده مع بعضه. ما عندكيش ممكن تستخدمي أسياخ اللي هي الخشب بتاعة الشيش طاووق. بعد بقى ما صبعت الكفتة كلها حطيتها في التلاجة لمدة حوالي ساعة ونص، وقطعت بطاطس كده شرايح. الشرايح تكون رفيعة شوية عشان تستوي مع الكفتة. وكمان هنزل عليها بشرايح من البصل والطماطم. لو عندك أي بواقي خضار في التلاجة ممكن تحطيها، لو مش حابة برضو فيرجع لك الاختيار، بس البطاطس بيبقى طعمها جميل جدا مع الكفتة. بعد كده هتبل الخضار بملح وفلفل أسود، وهنزل بعد كده بقى بالكفتة. شايفين الكفتة ما شاء الله عملت كمية معايا ما شاء الله كتير، اللهم بارك. خلصت أول صينية، هجيب الصينية التانية وهنزل فيها برضو بالخضار، البطاطس والبصل والطماطم، وهتبلها برضو بالملح والفلفل. وبعد كده هنزل بالكفتة بتاعتي. عندي طبعا السائل اللي كنت بصبع بيه الكفتة هنزل عليه كده، ممكن تنزلي بمعلقتين صلصة أو معلقتين من الكاتشب. وبعد كده بقى بالفرشة كده وهمشي على الكفتة كلها. هنزل بكوباية من المية في كل صينية عشان الخضار يستوي اهو. وبعد كده بقى هاخد الصينية على فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180، هتاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع سوا. ودي بقى الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين لون البطاطس ولا لون الكفتة؟ اللهم بارك، ريحتها تجنن.
حابين بقى تعملوها جنب رز بسمتي أو رز محمر أو عيش كده زي ما أنا عاملاها، وكمان جنبها بقى سلطة طحينة وسلطة، حاجة كده تحفة، لذيذة جدًا، جدًا ما شاء الله، متماسكة ومش مكتومة وهشة كده وتحفة. جربوها بقى، ولو عجبتكم إن شاء الله ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.